السلام عليكم. احنا طبعا زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع امبارح اللي احنا بعد كده اي حاجه هيبقى بخصوص كره القدم. خلاص مش هنتكلم فيها مع كابتن حسين لبيب ولا مجلس ادارته. احنا هنناشد اللجنه الفنيه اللي سمعنا عنها، ان اللي حتى كابتن حسين لبيب ولا النادي اعلنوا حتى هل هي لجنه رسميه ولا لا، ولا لجنه معتمده ولا لا. فاحنا دلوقتي بنناشد كابتن احمد حسام ميدو والكابتن حازم امام والكابتن هيثم فاروق لو فعلا انضم للجنه بسرعه التواصل او التعاقد مع لعيبه على مستوى وطموح نادي الزمالك. لان دلوقتي طبعا زي ما احنا عارفين النهارده بعد فوز النادي الاهلي، الاهلي بقى المركز الثاني والزمالك الثالث. والفرق دلوقتي بين الزمالك والمركز والفريق اللي هو في المركز التاسع فرقه اعتقد 5 نقط ولا حاجه. فالزمالك لو فضل بالسكواد ده احنا مش احنا ممكن هنبقى 10 ولا حاجه ولا 11. احنا لان زي ما قلت لكم الفرق بين الانديه كلها متقارب جدا جدا جدا. فاحنا بالطريقه دي مش هنخش في 9 مركز الاولانيه اللي هتنافس في الدور الثاني على الدوري والمراكز الاولانيه اللي تأهلك لافريقيا. فاحنا هنا بنناشد كابتن احمد حسام ميدو وكابتن حازم امام والكابتن هيثم فاروق لو متواجد فعلا في اللجنه سرعه التعاقد مع لعيبه على مستوى نادي الزمالك، لان الموضوع بقى صعب وما ينفعش نأجل اكتر من كده. لان الموضوع هيبقى صعب سواء في الدوري وبالشكل الافريقي. طبعا لو دخلنا كده من غير لعيبه طبعا هيبقى صعب علينا في الكونفدراليه. فيا ريت في خلال الايام الجايه قبل القيد المحلي ما يقفل نكون متعاقدين مع لعيبه على مستوى الزمالك وجمهوره.